5 حاجات لازم تخلي بالك منهم وانت مسافر تركيا. اعمل سيف للفيديو ويلا بينا نبدأ. مفيش حد بيتكلم انجليش خالص. يعني لو لقيت حد بيتكلم انجليش يبقى حظكم حلو، في كله بيتكلم تركي. مفيش تفاهم خالص. اوعوا تركبوا تاكسي. التكاسي هنا غالية جدا، وممكن اصلا مشوار يبقى قصير وتلاقي السواق بيحاسبكم على مثلا 1000 ليرة. فالأحسن ان انت تستعمل المواصلات العامة او ان انت تأجر عربية. احيانا لما بتقعد في مطاعم معينه وبتطلب الحساب هتلاقيهم مش بيحطوا سيرفيس في التشيك، وهيقولوا لك ان انت ممكن تزود تيبس او سيرفيس بمزاجك، وده ما يعادل 10% من ثمن التشيك. لازم تاخدوا بالكم وانتوا بتتمشوا او بتعدوا الشارع، لان هنا محدش بيعتمد اي واحد بيعدي. التكاسي، العربيات، اي حاجة لو انت معدي عادي ممكن يدوسك، هو مش فارق معاه. الشوبينج ما بقاش رخيص زي زمان، فحاول انت تروح الاوتلت مولز، وما تنساش تطلب من المحلات ان هم يعملوا لك فاتورة تاكس فري.